السلام عليكم. معكم نور القاضي من مطبخ نور القاضي. النهارده هنعمل صينيه البطاطس. صينيه البطاطس دي كنت عاملاها مع رز معمر وفراخ. طبعا الصينيه دي شبه بتاعه ايام زمان. هنجربها بكل تركايه فيها وان شاء الله هتعجبكم. دلوقتي احنا هنقطع البطاطس، لازم كلها تبقى سمك واحد عشان مفيش واحده تستوي وواحده لا. هخرط بقى بصلايه، هننزل بالتوابل بقى، فلفل اسمر، وهحط كمون، وهقلب بقى كويس جدا جدا البصل مع البطاطس بالتوابل، لازم يشربوا من بعض كده. تقلبي كويس. بعد كده هنزل بقى بفلفل مقطعاه سبايسي على عادي، مش عايزين سبايسي عادي ما تحطوش. وهنزل بالطماطم، كل شريحة مقطعها نص عشان ما تبقاش كبيرة قوي يعني. وقطعت برضو بصل بنفس الشكل. بطاطس يعني بصل، بصل يعني بطاطس، هم معروفين هما الاتنين مع بعض. مش تعرفي تستطعمي بطعم البطاطس الا لما يكون الصينيه فيها بصل حلو محترم يعني. بعد كده نزلنا بقى بالصلصه، هي كانت مجمده عندي، انا ضربها في الخلاط وسايباها مجمده فكده اهي. هقلب بقى كويس. لقيتي الطماطم تقيله قوي ممكن تزوديها شويه ميه، بس انا بحب الطماطم تكون تقيله في البطاطس، بس في ناس بتحبها خفيفه ممكن تخليها نص طماطم ونص ميه عادي. انا حطيت برضو شويه. معلومه، لو عندك شوربه بتاع اي حاجه، اوعي 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 تحطيها على البطاطس، بتغير والله وبتغير طعمها. البطاطس اعمليها بميه، بلاش بشوربه. حطيت معلقه صلصه عشان اللون يبقى حلو كده. حطيت على الوش كده ورقتين من الغار. حطيت كركم وكاري. حطيت توابل فراخ او توابل لحمه او السبع بهارات. حطيت مرقه، ممكن تستغنوا عنها عادي اللي مش بيحب يحط مرقه. هننزل بقى بالزيت، هنحط بقى رشة الملح
احط معلقة سمنة، دي سمنة فلاحي. هقلب بقى كل ده. حطيتها بقى على البوتاجاز، غلت على البوتاجاز اهو. اول ما هتستوي هنزلها بقى الفرن وتاخد الوش الحلو ده. جربوها وقولولي، والف هنا وشفا على قلبكم.